بصوا يا جماعة، سؤال سريع بس عشان في ناس في الاستوديوهات وعلى السوشيال ميديا بيحسسونا ان الكورة صعبة، ان الكورة ده علم فضاء، وان انت ممكن حاجات كتيرة تبدولك في الملعب حاجة لكن هي حاجة تانية. لقيتهم بيكلمك عن ان قفشة الناس بتنتقده، ولكن قفشة هو حل اساسي لازم يبقى موجود في الفريق. انا اتخضيت بقى، قلت يا نهار ابيض، ده حل اساسي؟ الواد قفشة بيعمل ايه احنا مش عارفينه؟ الكلام اللي هو والله اتلغى من ايام بطوله بوركينا فاسو مع كابتن محمود الجوهري الله يرحمه. يقول لك اصله بيعرف يقف على الكوره. يعني ايه بيعرف يقف على الكوره؟ ده سيبك ان انا اساسا يعني هقول لك اصلا هو بيعمل ده ولا لا، لكن خلينا ناخدها ككونسبت. يعني ايه بيعرف يقف على الكوره؟ بيعرف يقف على الكوره دي اصلا في الكوره الحديثه دي تدينه وتدينك. ليه؟ عشان هو دلوقتي اصلا المفروض ما فيش لعيب يقف على الكوره. انت دلوقتي بيمرنوا اللعيبه، شوف فرق اوروبا كلها بيتمرنوا من اول المدافعين. يعني شوف السنتر باك اللي بيبني هجمه بيقف في نفس التقسيمه اللي كلهم بيتمرنوا يطلع الكرة من مره واحده. بيلعبوا كده، عارف زي ما احنا بنلعب كده، واحد في النص، واحد يضغط عليه طلعها، يجري يضغط طلع. بيقفوا ممكن بالساعه كلهم بيباصوا من لمسه واحده. انت دلوقتي الكوره الفريق اللي قدامك بيضغط سريع، المعدلات البدنيه بقت اعلى، بقى كل المدربين، بقى كل اللعيبه عندها ادوار دفاعيه، فاساسا مفيش اوبشن ان انت تقف بالكوره. انت دلوقتي في مدربين بتتخانق مع المهاجم بتاعها لو ما ضغطش. وطبعا كلنا عارفين الفيديو الشهير بتاع انريكي ومبابي وهو موقفهم باستيفو عشان ما بيضغطش على اللعيبه. فانت لسه عندك فاكر ان لعيب رقم 8 هقف؟ لا، ده جو الخماسي. عارف الخماسي صاحبك اللي هو بيبقى ما عندوش صحه فمش عايز يجري، فمش عايزكم تجروا منه، فاقول لك بس يا جماعه يا جماعه نقف بس مع بعض كده، اهدى بس، خد الوان، اهدى، انت اديني التو، يلا هنطلع مع بعض يا جماعه. ده اتلغى. فيقف على الكوره ايه؟ تاني حاجه بقى، يقول لك اصله بيعمل سكاننج حلو. قفشه ما يعرفش يقول سكاننج. سكاننج ايه اللي قفشه بيعمله؟ لا، ما اسمهاش بيقول سكاننج، اسمها قفشه بيسرح. قفشه يا باشا، قفشه في ماتش انتر ميامي، انا في كوره والله العظيم عمري ما هنساها. قفشه فضل باصص على حسين الشحات وهو بيجري، وقفشه حاطط الكوره تحت رجله كده، وبقى جريت يا حسين خلاص، ها اباصي بسكي قطع منه الكوره واتعملت مرتده. بعدها يعني هتلاقي في ثانيتين كده لاج، قفشه لسه عامل كده. قفشه ما خدش باله ان الكوره اتسقطت من رجله. قفشه لو عم حارس سابه في التمرين مع شنطه الكور، فاهم؟ عم حارس هيخش هيطلع هيقول له قفشه يا شنطه الكور راحت فين؟ اقول له انا ما اعرفش والله، انا كنت واقف بشرب ميه بصيت ما لقيتهاش. فسكاننج ايه وبيقف على الكوره ايه وهو الوحيد اللي بيحرك ملعب ايه؟ قفشه بياخد الكوره بيجري على ورا ملعب ايه اللي بيحركه؟ ده قفشه هو اللي موت الملعب.